السلام عليكم، نتمنى لكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. واحد السيده طلبات مني الطريقه كيفاش وجدت هاد البانكيك. الصراحه كيجيو رائعين وخفاف وكيجيو مسلين. نتمنىكم تعجبكم ولد السيده تشوف الطريقه. في الاناء كندير واحد 2 بيضات، كندير واحد الكاس وربع ديال السكر، قبيصه الملح، وكنضرب هادشي مزيان حتى يبلاط ليا الخليط. ضروري هاد الشي اللي كنقول لكم باش تنجح معكم الوصفه. صافي، وكنزيد واحد الكاس لاروب ديال الزيت، وكندخل المكونات. كل مكون درتو كندخلو يعني ما تيبقاش يبان. كندير واحد الساشيه ديال الفاني، انا عندي غير داك ديال الزهر، درت غير واحد شويه. وكندير كاس لاروب ديال الحليب، كنضربو حتى هو حتى يدخلوا المكونات. وفي هاد كندير 2 كيسان وربع ديال الطحين، يعني المقادير مضبوطه. ضروري واحد الربع راه ما بانش. كندير خماره ديال 15 غرام. صافي، وكنخلهم وكندخلهم. صافي، وكندير واحد المعلقه ديال الخل. صافي، الخليط يوصف ليا بحال هكا، بحال التمنية، يعني راه الخليط هو هذاك. كنجيب واحد 2 تفاحات كنقيهم وكنديرهم في البشاره ديال الجزر باش يجيو هكا طوال. كندير واحد المعلقه صغيره ديال القرفه، 2 معالق ديال السكر، وكنخلط المكونات. يعني تنوجد الخليط، عاد يمكن ليا ندير هذا الخليط. الا درتوه من الاول دير واحد معلقه ديال الحامض باش ما يكحلش ليكم. وكنجيب المولات الصغيورين ديال البانكيك. انا درت داك كاغيط ديال البانكيك، سرحته على كنحط وحده وكندير عليها ديك البانكيك باش تجيني مسطحه على قدها. الا ما عندكم صافي ديروا غير الزبده ودهنوها بالزبده وبرشوهم بالدقيق، حتى هي راه مزيانه. صافي، وفي الخليط كنعصروا شويه من الماء حتى يكون طلق ليا الماء. صافي، ما تعصروش بزاف باش يجيكم داك من الفوق تيجيكم معسل. صافي، وكنسرحوه مزيان. في هاد الوقيته هادي انا شعلت الفران على 200. ملي غندخلهم غنديرهم على 180، ونكون مشعله غير من التحت حتى يبانوا ليا تنفخوا، عاد نشعل الفوق. الوصفة راها كتجي زوينة وطريقة زوينة وكتجيو معلكين وكيجيو بنانين. نتمنىكم تجربوهم عفوا. نشوفوا فيديو جديد، طريقة جديدة. ما تنساوناش من قضيبات وحركة الاكسبلور. الله يجازيكم بكل خير. نشوفوا فيديو جديد، مع السلامة.